لو بتستثمر في البورصة وعندك سهم اشتريته وفجأة وقع هتعمل ايه؟ في الفيديو ده هشرح لك كل الحلول. الأول هنقيم الوضع ونحدد حجم الخسارة وقيمة المحفظة الحالية. هديك مثال، لو انت اشتريت 2000 سهم في شركة بسعر 10 جنيه للسهم الواحد، يعني 20,000 جنيه في الإجمالي، السهم بقى نزل 3 جنيه، كده انت خسرت حوالي 6000 جنيه من محفظتك. هنا بقى في 3 سيناريوهات علشان احمي نفسي من الخساره. الاول، ابيع. ميزه الحل ده انك هتوقف خسارتك في السهم ومش هتتعرض لخسائر جديده، وهتاخد فلوسك وتشتري بيها اسهم في شركه تانية. لكن في احتماليه ان انت تفوت على نفسك فرصه زياده سعر السهم في المستقبل، خصوصا لو انت عارف ان ده هبوط مؤقت. السيناريو الثاني، اشتري اسهم اكتر، خصوصا لو كنت عارف ان السعر قليل عن قيمته الحقيقيه في السوق، ولو السهم رفع مكسبك هيزيد، لكن محتاجه منك تقييم دقيق للظروف السوقيه والماليه للشركه. السيناريو الثالث بيقول لك استنى، لو انت متابع جيد للسوق وبتستثمر في البورصه بنفسك، لانك مع الانتظار هتعرف السهم بيتطور ازاي ورايح على فين، وجايز تكون فيه معلومات ايجابيه تحسن اداء السهم. لكن لو السهم سعره نزل اكتر من الاول هتكون خسران قيمه محفظتك. خطتك الاستثماريه هي اللي بتحدد سيناريو التعامل مع السهم. لو هدفك الاستثمار طويل الاجل وانت واثق من مستقبل الشركه، استنى واستثمر في الشراء بسعر قليل. ولو انت داخل استثمار سريع وقصير، الاحسن ليك تبيع بدل ما تخسر اكتر. طيب ازاي احمي نفسي من مخاطر هبوط الاسهم؟ حلل الاساسيات الماليه للشركه زي الايرادات والارباح والديون والاداء العام، منها تعرف ايه الاسباب الاساسيه اللي خلى سعر السهم ينزل. وضروري تفحص الحاله العامه للسوق وللاقتصاد، ايه الاحداث والاخبار اللي بتاثر فيه، وبلاش تستثمر كل فلوسك في سهم واحد، لان لما بتنوع استثمارك المخاطر بتقل. ولازم تكون عامل حد معين للخساره في كل سهم، ستوب لوس، ليكن مثلا 40%. لو لقيت سعر السهم نزل للنسبه دي، بيع فورا علشان تقلل حجم خسارتك.